ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي والله العظيم. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. وحشتوني جدا يا جماعه، ووحشني كلامكم، وحشني. انا بقيت بحب خلاص ان انا اقعد اتكلم معاكم. انا عاوزه اشكر في بدايه الفيديو، عايزه اشكر كل بنوته سكر وعسل وطعمه ومسكره وصغنونه كده وقشطه على اي كومنت حلو بتكتبه لي. انتوا حبايب قلبي من جوه والله العظيم. اي بنوته بتحط لايك، اي حد بيشارك الفيديو، اي حد بيشوف الفيديو، انتوا حبايب قلبي. وكمان كمان كمان بالذات اكتر بصراحه معزتهم بتبقى في قلبي قوي، لان بحس ان احنا اخوات واصحاب قوي كده. البنات اللي بتخش تتكلم معايا على البرايفت، انتوا حبايب قلبي والله العظيم. كلامكم الحلو دايما بيخليني ان انا اشجع، وبتحفزوني ان انا بيخلوني اتشجع وبتحفزوني ان انا اصور اكتر. فربنا يخليكم اليوم، ما يحرمناش من بعض ابدا. ويا رب يا رب يا رب نكبر مع بعض ان شاء الله. بلاش كلام كتير وبلاش رغي، انا رغايه قوي 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 قدام الكاميرا، مع ان في الطبيعي انا مش رغايه. فيلا بينا نبدا الفيديو على طول. وانا عندي خروجه، مش عارفه انا هعرف اصور في الشارع ولا لا. عرفت ما عرفتش خلاص، مش مشكله. فيلا بينا نبدا الفيديو على طول. وانا بحبكم، دي بوسه مني ليكم من قبل ما نبدا اي حاجه. ربنا يخليكم ليا، انا عارفاكم بنوته بنوته واكونت اكونت، وعارفه البنات اللي بتضغط لايك على الفيديوهات حافظاك والله العظيم. ربنا يخليكم ليا، انا بحبكم اكتر بكتير 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 ما انتوا بتحبوني. شكرا على تفاعلكم معايا وعلى مجهودكم ان انتوا حتى بتخشوا تكتبوا لي كومنت. ربنا يخليكم ليا. يلا بينا نبدا على طول عشان بنتي بدات تعيط. فيلا بينا. وهيا بنا إلى الجزء الصعب في حياتي. الحقيقة مش ده الجزء الصعب والله يا جماعة. أنا شفت النهاردة يوم ما يعلم بالله ربنا. أنا اتهبلت النهاردة وقمت مسكت المطبخ كله نضفته، كله بقى حرفيا. بوتاجاز مسكته كان عليه كمية زيوت، نضفتها. نضفت البوتاجاز كله بالفرن، بكل حاجة. مسكت فتفوتة فتفوتة في البوتاجاز نضفتها، ونضفت التلاجة حتة حتة، نضفت الشفاط نزلته نضفته، نضفت التقفيلة كلها، شلت كل الحلال غسلتها وغسلت مكانها ورجعتهم تاني. عملت كل حاجة في المطبخ، نضفت الحيطان، نضفت الأرض، غسلت السجادة. النهاردة اتهبلت، بس كانت هبلة حلوة بصراحة. في الآخر النتيجة رضتني وريحتني نفسيتي. هتقولي لي ايه اللي خليكي تعملي كده فجأة مرة واحدة؟ الحقيقة هو مش فجأة ومش مرة واحدة. انا كنت ناوية ان انا انضف المطبخ التنظيفة دي، بس ما كنتش لاقيه وقت بصراحة، ما كنتش لاقيه وقت. ف... فاللي ساعدني على كده ان انا كنت بقالي اسبوع مثلا يوميا بروق البيت. تمام، ما عندش بسيب البيت حتى يوم من غير ما اكون حتى لو ترويقة بسيطة. انا بعمل الكلام ده من اول يوم في المدارس، عاملة لنفسي روتين من اول يوم في المدارس عشان ما اروحش في داهية بسبب البيت والمذاكرة والطبيخ والأطفال ولعبي مع الأطفال وقعدتي في البيت وكده. فأنا بصراحة من أول المدارس وأنا عاملة لنفسي روتين ومنظمة اليوم. فالحمد لله اليوم معايا حلو. النهاردة بقى صحيت الصبح لقيت البيت الحمد لله كويس ونضيف. كنت أنا منضفاه بالليل قبل ما أنام. ف آه، قلت بقى مش هطبخ. أكلنا أي حاجة، جوزي جاب لنا أي حاجة أكلناها اليوم ده، وأكلنا كشري. و مسكت بقى استغليت الفرصة بقى ان انا النهارده مش هطبخ. ما هو انا يعمل حاجة من الاتنين: يا انضف تنظيف عميق قوي في اليوم، يا اما اطبخ واروق البيت الترويقة العادية. فهو قسموها كده، مش هتعرفي تنضفي تنظيف عميق مع ترويق بيت طبيعي وطبيخ. يا كده يا كده. ولو طبخة تقيلة انت ممكن تطبخي طبخة تقيلة وممكن كمان ما تقدريش ان انت تنضفي البيت. فقسميها كده، اللي هو تنظيفة عميقة فضلها اليوم تكوني مجهزة ان البيت حتى متروق وتمام بره. انت يومك كله هتقضيه في المطبخ. انا يومي كله بصراحة قضيته في المطبخ. انا كنت بادئه اليوم يا جماعة والله العظيم، بادئه اليوم من الساعة 8:30، من ساعة ما نزلت ابن الحضانة. نزلته الحضانة وبدأت اليوم. نزلت الأول مع جوزي، رحنا مشوار. بعد ما ودينا ابن الحضانة رحنا المشوار، خلصنا. ده اللي كنت قلت لكم عليه في أول الفيديو. وجيت بقى استلمت المطبخ بس. والنهارده قضيناها اكلنا كشري، وكانت اكله جميله حلوه قوي وسهله وسريعه. والله العظيم يا جماعه ما فيش احلى من الاكل، إن الاكله تيجي كده انت ما تعبتش فيها، اكلته واليوم عدى وخلاص. والله العظيم احلى حاجه احلى حاجه. بس.
وللأسف الفيديو طلع طويل أوي، أوي، أوي بتاع المطبخ كله، فاضطريت إن أنا هاقسّمه لأجزاء فيديوهات أعملها لكم أنزّلها لكم كذا فيديو، مش هينفع فيديو كامل، لإن جيت أبُص لقيته عدده كبير أوي، 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 أوي. هتملّوا حتى، يعني هو حتى أصلًا الفيديو دوّة وقته طويل، يعني فيديو التلاجة حتى وقته طويل. بس بس كده، قُلت بقى إن أنا إيه، هاقسّمه لكذا فيديو. ده فيديو التلاجة، إن شاء الله هانزّل لكم برضه فيديو البوتاجاز والغسالة، عملت لهم عَمرة كده من أول وجديد. بتحسّوا يا جماعة لمّا بتنضّفوا الأجهزة تنضيفة عميقة كده، بس تحسّي إن الجهاز طلع رجع معاكِ جديد وكفاءته بتبقى أحلى. مش عارفة ليه، بس أنا باحس كده، إن هو لمّا مثلًا نضّفت الغسالة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طلّعت لي الهدوم أنضف عن العادة. بانضّفها بقى اللي هي التنضيفة العميقة بقى، اللي هو بافتحها من جوّه وباشيل. هتبقوا تشوفوها إن شاء الله في الفيديو. وبرضه التلاجة الحمد لله الفريزر كان زي الفل، كان نضيف ما فيهوش حاجة. أنا بانضّف التلاجة كل أسبوع زي ما قُلت لكم، بس الأسبوع ده ما كنتش نضّفتها، وبسبب برضه إن إحنا ما نزلناش جبنا حاجة الأسبوع، فما اتشجعتش بصراحة إن أنا أنضّفها. بس خلاص اتحطيت في الوضع إن أنا لازم أقوم أنضّفها عشان هنجيب الحاجة بإذن الله على خير، فلازم التلاجة تكون جاهزة. بس وهنا بقى نضّفتها و شِلت كل الأدوية اللي فيها، شِلت بقى أي حاجات ما لهاش لازمة شِلتها رميتها. وكمان عملتها بالجلانس من برّه، رجعت كأنها جديدة والله العظيم. بس أنا كده شِلت الرفوف دي، غسلتها برضه غسلة محترمة، وشِلت بقى الحاجات اللي ما لهاش لازمة دي كلّها رميتها، وبس كده رجعتها مكانها تاني وبقت زي الفل، رجعت جديدة تاني، عروسة جديدة. بس المهم لو لسه مكملة الفيديو لحد الآن اضغطي لايك واشتركي في القناة، وما تنسيش تضغطي اللايك عشان تشجعيني عشان أصور لكم فيديوهات أكتر وأكتر وأكتر، ونشجع بعض أكتر وأكتر. أنا آسفة إن أنا اتأخرت عليكم في تنزيل الفيديو، والله العظيم حقكم عليَّ، بس أنا كنت فاقدة الشغف أوي، 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 أوي مش عارفة ليه، هاقول الحقيقة والله مش هاكذب. كنت فاقدة الشغف وكنت حاسة إن أنا محتاجة آخد إجازة، وبصراحة دي حاجة حلوة جدًا، اعملي كده لو أنتِ شايفة إن أنتِ محتاجة تفصلي شوية من جو البيت والروتين أنتِ طبيعي كده غصب عنِك هتروّقي، ما فيش حاجة اسمها ما هيش رفاهية الترويق ده. بس حسيت إن أنا مضغوطة أوي، أوي، أوي الفترة اللي فاتت، فقُلت لأ، أنا هاخد لنفسي إجازة. وبصراحة أنا اتعودت على النظام ده من فترة، إن أنا أي حاجة بتيجي في دماغي عاوزة أعملها دلوقتي هاعملها، حتى لو هتأثّر عليَّ بشكل سلبي هاعملها برضه. الحقيقة أنا بقت بتأثّر عليَّ بشكل سلبي إن أنا مش بانضّف معاكم، أو إني مش بانزّل فيديو بصراحة. لمّا بيعدّي اليوم وأنا مش منزّلة فيديو سواء هنا أو على الpage التانية، بابقى متضايقة أوي وضميري بيأنِّبني جدًا، وباحس إن أنا ناقصني حاجة في اليوم. يا جماعة أنتم بقيتوا قريبين أوي، أوي، أوي والله العظيم لقلبي، وبقيت حاسة ب ب ب ب بونس وأنتم معايا، وباشارككم حاجات بنعملها سوا. ولمّا ما بابقاش باصوّر أو يوم بيعدّي كده من غير تصوير، والله العظيم بابقى متضايقة أوي، 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 أوي. باحس عارفة أنتِ لمّا بتحسي بتأنيب الضمير، اللي هو أنا ورايا حاجة النهارده المفروض أعملها ما عملتهاش، بتفضلي كده طول النهار والليل قاعدة تفكّري فيها. أنا قعدت بتاع 3 أيام أو 4 أيام كده مش باصوّر. أنا يوميًا باقوم بانام، قومي صوري يا لمياء، بس مانيش قادرة، مش حاسة إن أنا مش عاوزة أصوّر. بس برضه الفكرة في دماغي، أنتِ ما صوّرتيش النهارده، حاسة إن أنا مقصّرة، فاهمين؟ حاسة إن أنا مش عاملة اللي عليَّ. مش عارفة الإحساس ده جالي إزاي وإمتى وليه، من إمتى أصلًا أنا كنت كده. بس يا سبحان الله، الحاجة اللي بتقعدي، يعني أنا كنت باقعد أتريق والله العظيم على اللي بيقعدوا يصوروا وكده. أنا كنت باقعد أتريق، ومش كل حاجة تصوريها ومش عارفة إيه. أنا بقيت من الأشخاص دي جدًا، جدًا. فعلًا أنا قبل كده سمعت مقولة بتقول الحاجة اللي أنتِ بتتريقي عليها دلوقتي، أو الحاجة اللي أنتِ بتضحكي عليها، أو الحاجة اللي أنتِ هتقولي عمري ما هاعملها أو عمري ما هاعرف أعملها، أنتِ هييجي عليكِ الوقت وهتعمليه. سبحان الله، ده فعلًا بيتحقق معايا جدًا، جدًا، جدًا الفترة دي. مش بس كتصوير، في حاجات تانية كتير أوي، 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 أوي. أنا كنت زمان مثلًا، مش من زمان، من فترة قريبة خالص، كنت باقول لأ، أنا استحالة أقدر أعمل الحاجة دي، أو أنا استحالة
أكون أكون الشخص ده، أو لأ أنا ما اعرفش أعمل كده، لأ الموضوع بالنسبة لي صعب، لأ الموضوع بالنسبة لي مش سهل، لأ أنا باتكسف، لأ أنا باتحرج، لأ مش عارفة إيه. لأ بقيت دلوقتي خلاص عادي ومتقبلة الفكرة وباقوم وباصور والدنيا بقت خفيفة وبسيطة. والله يا جماعة هي أول خطوة بس، ابدئي بأول خطوة والدنيا هتمشي معاكِ تمام. وهنا خلاص أنا عارفة إن أنا رغاية وصدعتكم، حقكم عليَّ، بس عادي قولوا لي ارغي. قبل ما الفيديو يخلص عاوزة أقول لكم إن أنتم حبايب قلبي، أنتم أكتر من أغلى من أي حاجة في حياتي، ربنا يخليكم ليّا وما يحرمنيش منكم أبدًا. أنتم بنات عسل، وأنا باشكر ربنا عليكم وعلى وجودكم في حياتي، وأنا مبسوطة والله العظيم إن إحنا بقينا مع بعض، ويا رب يا رب نكبر مع بعض. ونفسي أشوفكم كلكم وأديكم بوسة بوسة، أديكم واحدة واحدة بوسة بوسة. شكرا لأي بنوتة بتتفاعل على أي فيديو أنا بنزله، ربنا يخليكي ليا يا حبيبة قلبي. تسلميلي وتسلم إيدك وتسلم عيونك. بس هنا بقى أنا كنت خلاص خلصت التلاجة وعملتها كده بالجلانس، مسحتها من بره كده بالجلانس عشان تلمع وخلصتها. والمفرش اللي فوق التلاجة برضو، المفرش ده حلو قوي قوي يا جماعة، وبيلم معاكي هارد جامد ان انتي ما تحطيش حاجة فوق التلاجة. يعني بحط فيه الريموتات، شرايط البرشام، اي حاجة كده بنروح نرميها فوق التلاجة، المفرش ده بيلمها، هو ليه جنبين. وهنا خلاص حبايب قلبي الفيديو خلاص، اشوفكم الفيديو الجاي، مع